السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وردنا من قليل خبر يفرحنا كلنا، كل المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض. طبعا الولد المصري المنصر اللي هو سعيد مصطفى، ده الولد اللي هو طبعا أسكب الخمر على القرآن وقال في حق الرسول كلام مش كويس، واتكلم على القرآن برضو كلام برضو مش تمام. وده طبعا مش أول مرة يعمل كده، والحمد لله الذي جعلنا جنودا له في الأرض ندافع عن دينه وعن الإسلام وعن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا يا جماعة أي حد لازم يعرف إن القرآن والرسول خط أحمر محدش يتخطاه، لأن هو بيضيق الدنيا وبيضيق كل حاجة على نفسه، ومش هيعرف يعيش طالما هو طبعا غلط في ديننا وعدى الخط الأحمر، فمش هيعرف يعيش سالم أبدا. لأن طبعا إحنا ممكن نسمح في أي حاجة غير القرآن وغير سيدنا محمد. طبعا الحمد لله والفضل والشكر لله سبحانه وتعالى. تم بالفعل القبض عليه، وطبعا في صحف روسية كتير اتكلمت. تم القبض على مدنس القرآن، الشاب المصري مدنس القرآن الكريم في روسيا. وطبعا هو كان فاكر ان هو هيفلت بعملته، بس الحمد لله ان هو تم القبض عليه وهيتحاسب، وحساب هيكون شديد باذن المولى عز وجل، وان شاء المولى عز وجل قريبا. طبعا سلوان ممكر اخر برضو مرعوب، وهو دلوقتي عمال يعني يناشد كل البلاد اللي هي طبعا بتكره المسلمين ان هم طبعا يحموه، وان شاء الله ما حدش هيحميه. وانا زي ما قلت اي واحد بيحارب الاسلام والمسلمين بيضيق الدنيا عليه وبتضيق عليه، وفي النهايه هيتمسك وهيتحاسب وحسابه هيكون عسير. طبعا يا جماعه ده الخبر كده حبيت اقول لكم عليه، خبر يفرحنا كلنا كمسلمين، القبض على المنصر طبعا سعيد مصطفى اللي هو طبعا محارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله عز وجل ليك يوم في جهنم وبئس المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.